مساء الهنا والسعادة على حبايب قلبي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طاجن اسمه طاجن السعادة. تمام. ده عبارة عن ايه؟ لحمة، اي قطعة لحمة انت حباها بقى، موزة، ملبسة، زي ما انت حابة. وفراخ برضو قطعيها بقى التقطيع اللي انت عايزاه. انا مقطعاها 4. تمام. طريقة بسيطة جدا وسهلة وجميلة جدا يا جماعة. انا عملتها بالصدفة كده من يومين ولقيتها تحفة. كان عندي حتة لحمة، وكان عندي حتتين فراخ كده. عملتهم بالطريقة اللي انا هعملها معاكم دلوقتي، والله العظيم طلعت تحفة. تمام. بص يا حبيبتي، المكونات بتاعتها ايه؟ هنا كده دي بصلايه مبشوره ومعاها طماطمايه مبشوره. تمام. وبصلايه متقطعه مكعبات، وقرن فلفل حراق. طبعا ده اختياري زي ما انت حابه، عايزه تستبدليه برومي بالوان زي ما انت حابه. وعصير ليمونه، والبهارات ملح وفلفل اسود وقرفه واعشاب شوربه. تمام. القرفه بقى هنا ملكه البهارات يا جماعه، تحفه تحفه. طبعا ده اسمه طاجن السعاده، حطي فيه اللي انت عايزاه، بس البهارات ما تحطيش الكمون. انا ما بفضلش الكمون على اللحوم خالص طبعا. طبعا كل نوع بهارات بيتحط ايه في الاكل المناسب ليه. كل الحاجات دي كده انا هخلطها مع بعضها. انا كده هعصر الليمون، كل المكونات دي هدخلها في بعضها. تمام. طريقة بسيطة وجميلة. طبعا في مننا ما بياكلش فراخ، وفي مننا ما بياكلش لحمة، فانت بتبقي محتارة. ممكن تحطي الاتنين في بعض، بدل ما تعملي مثلا عدد كمية فراخ على بتعملي الكمية المناسبة ليكي في الفراخ واللحمة في طاجن واحد او في صينية واحدة، بتبقى تحفة. كل ده كده هدخله في بعض وادعكه كويس قوي. والله يا جماعة طريقة جميلة والطعم بجد تحفة تحفة تحفة. انا بصراحة اول مرة اعملها، جربتها من يومين زي ما قلت لكم، لقيتها بجد تحفة. يعني انا جربتها في حاجة بسيطة كانت عندي. بعد كده الكمية بقى بتاعتك انتي، حطي الكمية اللي انتي حبيها. كده كله دخل في بعض. تمام. بصي يا حبيبتي، الخلطة اهي بعد ما دخلتها كلها في بعضها، واللحمة اهي والفراخ اهي. هعمل ايه بقى بعد كده؟ بصي الفراخ انا فتحتها، يعني الصدر اهو، معلش انا عشان بصور بايد وبشتغل بايد. فبصي يا حبيبتي، ادي الصدر اهو، فتحته بالسكينة وخليته كده. تمام. ما بخلوهوش كتلة، لان كتير مننا بينفر اكل الصدر بتاع الفرخة. ليه؟ بيبقى كلكعة لحمة كده وملوش اي طعم، لكن انا بحب ان انا افتحها كده. بصي جربي الطريقة دي هتعجبك جدا، وبتشرب من كل البهارات والتوابل وبتبقى تحفة اهي. تمام. فتحتها كده، والورك برضو عملت فيه ايه، فتحات. كل ده عشان يشرب من المرقة ويشرب من البهارات كده. تمام قوي. هاخد بقى نص الخلطة دي على الفراخ كده، اتبل بيها الفراخ. بصي الصدر اهو كده، تفتحي كده وتحطي فيه بهارات بالخلطة، بتبقى تحفة. طبعا دي لازم تقعد على الاقل ساعتين، ويا سلام لو سبتيها بقى في التلاجة لتاني يوم، بتبقى تحفة تحفة. وهاخد نص الخلطة التانية على اللحمة. تمام. يبقى الخلطة انا قسمتها جزء على اللحمة وجزء على الفراخ. طبعا يا جماعة فيها يقولي اللحمة ما بتاخدش السوا بتاع الفراخ، الفراخ بتستوي على طول، لكن اللحمة بتاخد وقت شوية، فعشان كده انا مقطعاها رقيقة شوية. تمام. انتي قطعي التقطيع اللي انتي حباه اهي.
هتقولي لي بتستوي، هقول لك بتستوي، بتبقى زي الزبده كده. تمام كده تمام. هعمل ايه بقى؟ سايبه في الصينيه شويه مرتة كده، فرشهم في الصينيه او في الطاجن زي ما انت حابه. وهاتي اللحمه رصيها، رصي بقى ايه كده. هرص اللحمه كلها بالطريقه دي كده حبيبتي. انا رصيت اللحمه كلها في قاع الطاجن او الصينيه. تمام، تفرديها كده كلها. بعد كده تجيبي الفراخ. بصي بقى الصدر اللي انا قلت لك عليه اهو، بصي بتفرديه، بتخليه مفرود كده، وبتحطيه من فوق اللحمه. طبعا كله عليه خلطه بتوابل. الصدر التاني اهو، بصي بصي عامل ازاي. بصي تقطيع الفراخ يا جماعه دي احلى حاجه ليها للصدر، للناس اللي ما بتحبش تاكل الصدر. بصي كده كده. تمام كده حبيبتي اهو. رصيت الفراخ اهي كده. تمام، يبقى اللحمه من تحت والفراخ من فوق. بصي احط بقى عليها كوبايه صغيره ميه او نص كوبايه ميه كبيره، بس مش هتزودي ميه خالص. وتهدي عليها النار جدا، وتهدي عليها النار. اغطيها واحطها على البوتاجاز وهدي عليها النار. هي هتاخد سوا شويه يا جماعه عشان النار طبعا هاديه، علشان اللحمه تستوي من تحت والفراخ من فوق تستوي. طبعا كتير منكم هيقولوا اللحمه السوا بتاعها غير الفراخ زي ما قلت لكم، بس اللحمه من تحت هتستوي وهتاخد سوا الفراخ اللي من فوق هتستوي على البخار. يعني كده يعتبر الفراخ هتستوي على البخار بتاع اللحمه اهو يا جماعه. والله العظيم يا جماعه طريقه تحفه ان شاء الله. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم باذن الله. هي كده هحطها على البوتاجاز وهدي عليها النار واتابعها. اول ما تستوي هدخلها الفرن تحت الشوايه. ده طاجن السعاده. في بقى لحمه وفي فراخ، اللي عايز ياكل لحمه ياكل، اللي عايز ياكل فراخ ياكل. كميات بتاعتكم، التقطيع بتاعكم، البهارات. القرفه دي رقم واحد. بعد كده اي بهارات انت حطيها. انا ما حطيتش فيها توم، مش حابه احط في الخلطه بتاعتها توم علشان عايزه طعم البهارات يظهر. لكن طبعا التوم لما بيتحط في الاكل بيخفي طعم البهارات شويه. تمام، فانا عايزه طعم البهارات كله يظهر، فعشان كده انا ما حطيتش توم. اللي حابب يحط توم يحط توم، بس مش هتديكي نفس النتيجه اللي انا عايزاها او اللي انا بقولك عليها. استغني عن التوم في الاكله دي. بصي منظرها. احطها بقى على البوتاجاز واوريكم. نشوف بقى الحله مع الصينيه مع بعض. بصي يا حبايبي، انا هعمل جنبها شويه رز مدخن كده بالكركم، رز اصفر. طبعا ان انت حابه تعمليه بقى اعمليه بس محمره زي ما انت حابه يعني. انا هعمل معاها رز مدخن. تمام، ده رز عادي، رز مصري. عايزه تعملي رز بسمتي برضو زي ما انت حابه. هنلاقيه على النار. احط كده شويه زيت. طبعا الماده الدهنيه زيت او سمنه، اي ماده دهنيه عندك متاحه كده. تمام، اسيب بس الزيت يسخن شويه وانزل عليه بالرز.
طريقة الرز دي برضو جميلة قوي يا جماعة. كده يا جماعة هقلب بقى. انا هسيبه كده في الزيت، هفضل اقلب فيه شوية عشان يبقى مفلفل كده. الرز ده عامل زي الرز البسمتي بالظبط. بصوا هو مش بسمتي بس عامل زيه بالظبط. يعني مش عارفه انا لقيته بشكله كده فجبته يعني. كده تفضلي تقلبي كده شويه. تمام. بصي كل ما بتقلبي فيه كل ما بتلاقيه مفلفل كده. بصي بصي حبيبتي. تمام. هنزل بقى عليه كركم. خلي بالكم الكركم مش كيري، معلقه كده حلوه كركم. الرز ده بيبقى احلى من رز المطاعم، وطريقته سهله جدا جدا ومش بيتكلف. شوفي انتي بتشتري البوله بتاعت الرز بكام من اي مطعم، جربي الطريقه دي. تمام. وانزل بمكعب مرقه كده كده. تمام. دي اختياري يا جماعه. بس بتفرق في الطعم بجد. كده تمام. هقلب برضه. بصي كده. تمام. انزل بمعلقه ملح كده كبيره اهي. وانزل بكميه الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بخلي الميه زياده شويه عشان بخلي النار تبقى مظبوطه كده على الرز، ما يبقاش ني وافضل كل شويه ازود في ميه. فانا بديله كميه الميه الكفايه بتاعته كده. بصي. تمام. طبعا حد هيقول لي انت حطيتي ملح كتير وانت حاطه مرقه، فانا مزوده الميه عشان كده انا حطيت الملح مظبوط، ما نقصتش كميه الملح، حطاها مظبوطه كده. تمام. اغطي بقى على الرز ونبص كده بص على الفراخ. حطيت الرز. بصي الفراخ باللحمه لسه شغاله على النار. انا كل ده مخليه النار هاديه. برضو الفراخ طبعا لسه نيه يعني ما تقلقيش مش هتتهري كده. تمام. نشوف الرز يا جماعه. انا ما فتحتش عليه خالص لسه. بصي هو كده اتشرب اهو الميه منه. بصي مفلفل ازاي ما شاء الله عليه. انا مش هفضل اقلب فيه عشان تبقى حبايه الرز زي ما هي ما تتكسرش. هي تقليبه واحده كده وههدي النار عليه واسيبه. تمام. نشوف بقى طاجن السعاده بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بدأ يشرب الميه بتاعته.
والفراخ كده اهي بدأت تدخل في السوا. شايفه حبيبتي؟ شوفي انا كل ده حطيت نص كوبايه ميه كبيره او كوبايه ميه صغيره. بصي هي بقى نزلت كل السوائل اللي فيها الفراخ واللحمه. برضو هسيب النار هاديه عليها. تمام. نشوف الفراخ واللحمه مع بعض يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي كده تمام قوي. بخلي كده شويه صوص كده من تحت عشان الرز. تمام. هنا كده انا مولعه فحميه اهي. ليه بقى الفحميه؟ علشان احطها على الرز. بص الرز، بسم الله الرحمن الرحيم. الرز اهو. الفحميه دي يا جماعه للرز. هو الرز كده ما شاء الله. بصي مفلفل ازاي وجميل. بصي ولا حبايه متكسره. بصي علشان ما قلبتوش كتير هعمل حفره كده صغيره هنا كده في النص. هو كده خلاص ما شاء الله عليه استوى وبقى زي الفل اهو. حفره كده واحط لقمه او ورق فويل. تمام. واروح جايبه الفحميه. بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واروح جايبه زيت وادلق كده على اهو. هدلق كده على الفحميه. شايفه الدخان ده؟ واغطيها. لازم اكتمها واغطيها. تمام. هنا بقى الصينيه بدخلها الفرن على الشوايه. بص حبيبتي الصينيه طاجن السعاده لما خرج من الفرن. بصي الفراخ ما شاء الله عليها. بصي الصدر بقى لما انا فتحته وقطعته زي ما وريتكم كده. بصي ما بتلاقوهوش كلكيعه، بتلاقيه كده ما شاء الله عليه. بصي الجمال. بصي الجمال والريحه تحفه. بصي بقى الصوص باللحمه ما شاء الله ما شاء الله. بصي اللحمه دايبه دايبه. بصي اللحمه عامله ازاي. واضح طبعا ان هي ما شاء الله استوت يعني اهي. بصي حبيبتي انا مش عارفه افتحها لكم عشان بصور بالايد التانية. بصي فراخ مستويه وزي الفل ازاي. زبده وزبده بلدي. ما شاء الله طريقه تحفه وريحتها تحفه بجد تفتح النفس كده. نشوف بقى كده الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز اهو. طبعا هو خد بقى ريحه الفحم. بصي حبيبتي هنشيل بقى الفحميه كده ملهاش اي لازمه. ونشيل اي زوايد كده. بصي الرز ما شاء الله ريحته اقسم بالله العظيم تحفه. تسيبي لحمه وتسيبي الفراخ وتسيبي اي لحوم في الدنيا وتاكلي الرز بس. تحفه وجميل جدا ومفيش ولا رزايه اتكسرت. شايفه؟ علشان ما قلبتوش كتير. نحط طبق بقى كده واوريه لكم. بصي يا حبيبتي الفراخ اهي والمرتة اهي. الصوص بتاع اللحمه والفراخ واللحمه بجد طريقه جميله جدا جدا. واتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم باذن الله. طريقه تحفه يا جماعه والطعم بتاعها تحفه وريحتها حكايه.